السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم كل متابعيني على قناتي على اليوتيوب إبداعات ندى. النهاردة جايبه لكم فكرة جديدة بقى وحاجة أول مرة أنزلها على القناة، وهي استخدام آخر للبلانشة أو للوح التقطيع اللي بنستخدمه في المطبخ. يعني مثلا عندنا لوح التقطيع هو اللي بنستخدمه في المطبخ، ممكن ده أو ممكن اللي هو حتى اللي هو الخشب. ممكن نستخدمه في حاجه غير تقطيع الخضار في المطبخ. طبعا مش هجيب بتاعه المطبخ استخدمها، يعني يستحسن ان انا اجيب واحده تانية يعني واخلي بتاعه المطبخ يعني. طب ممكن استخدمها في ايه؟ في تطبيق الملابس او طي الملابس. يا سلام ازاي! هقول لكم والله بتطلعها جميله جدا، كانك لسه جايباها من محل بنفس الرصه، بتوصلها لك كانك رصه كتب فوق بعض. هوريكم الفكره ازاي هتبقى اوضح اهو. لو انا عندي مثلا كده دي بلوزه اهي، وبجيب اللوح التقطيع كده احطه كده كانه في النص كده، شايفين؟ واتني كده ببساطه خالص اهو. وهنا كمان يعني هو بيعمل لي زي فولدر كده. انا كنت طبعا عملت لكم طريقه، نزلت لكم قبل كده طريقه ان انت تعملي ازاي فولدر لطي الملابس من الكرتون، سهل وبسيط جدا. دي طريقة تانية لو مش عايزة تعملي الفضة وتتعبي نفسك، ممكن ببساطة جدا تستخدميه. شايفين طلع لي اللبس منظم ومرتب ازاي، وببساطة جدا اهو. نعمل واحدة تانية، اجيب الفولدر كده احطه ونتني كده من هنا ونتني كمان من هنا، ما بتاخدش وقت خالص، بس بتطلع لي بقى اللبس شكله جميل جدا ومرتب وجميل وببساطه، ولا عملت فولدر ولا تعبت نفسي. وممكن اولادك يعملوا معاكي كده، يستخدموا الفولدر ده في طي ملابسهم، يعني هيساعدوكي، وهتبقى ايه العمليه بسيطه جدا. برضو كده ممكن نجرب بدي المره دي عشان ايه يبقى استخدمنا ايه كل الطرق كل الفضلات اهو. لو هو طويل شويه ممكن نتني جزء كده وبعدين نرفعه كده. شايفين؟ هيطلع لي زي ما بنيجي نشتريه من المحلات، بيبقى مرتب كده وشكله جميل. وبعدين بكل بساطه نسحب كده، طلع لي. شايفين؟ فكره جميله جدا 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 لطي الملابس، هتعجبكم قوي قوي قوي، وما تعبتناش ولا كلفتنا اي شيء ولا عملنا فولدر. دي حاجه موجوده عندنا في كل بيت. اتمنى الفكره النهارده تكون بسيطه وعجبتكم، وتستخدموها بقى في تنظيم ملابسكم في الدولاب. بتدي شكل جميل بقى، والهدوم بتبقى مرتبه كده وشكلها جميل في الدولاب لما بنبقى كلها عاملينها مقاس واحد. دي كانت فكره بسيطه، اتمنى تكون عجبتكم، وان شاء الله باذن الله هقدم لكم افكار تانية كتير. تابعوني، ولو في ناس اول مره تشاهد الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. والناس اللي مشتركه معايا ومتابعه معايا ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب. واشوفكم في فكره تانية وفيديو تاني ان شاء الله على قناه ابداعات ندى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.